السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناتي يوميات امان السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحه واحسن حال. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده دي عزومه صغيره كده. انا يعني احسن ما في الدنيا كلها هي اللمه الحلوه. كانت اختي حبيبتي جت عندي، كنت عامله لها عزومه كده، هي اللي كانت طالبه الاكل، يعني مش انا اللي كنت عاملاه. يعني مش انا اللي كنت قايله عليه، هي اللي كان نفسها في الحاجات دي، نفسها تاكل كوسه ونفسها تاكل قلقاس. هعمله معاكم برضو وبط يعني. فالمهم هنا انا كنت جبت البطايه، طبعا غسلتها ونضفتها كويس جدا وعملت لها التتبيله. البصلايه بالطماطميه المبشوره بملح وفلفل وقرفه و وبشر جوز الطيب صغيره، وسبتها حوالي نص ساعه. بعد كده جبت حله الضغط بتاعتي، نزلت بيها بمعلقه سمنه، والمطيبات بتاعتي بقى فلفل اسود، مرقه فوريه ومرقه مكعبات يعني، ورق لورا، حبهان، بصلايه، طماطمايه، فلفلايه، ايه تاني، اللهم صل على النبي، جزر، كرفسي. اي مطيبات عندك انت عايزه تاخدي منها نكهه شوربه كويسه بتحطيها. تمام. شوحتها شويه وبعد كده ابتديت انزل بالميه السخنه، من الكاتل سخنه، الميه تكون مغليه. والحله بتاعتي دي اللي هي المانيوال، مش اللي هي الاوتوماتيك. بقول لكم ان في هنا علامه اسمها مكتوب عليها ماكس، دي اقصى حاجه للميه تحطيها. بعد كده سبتها تغلي شويه وقفلتها ووطيت عليها لغايه لما تستوي. بتقعد بالظبط في الحله البريستو ساعه. هنا بقى نعمل مع بعض الكوسه. هي اصلا اختي قاعده يعني عايشه في الفلاحين، فهم عندهم المحاشي والرز المعمر، الحاجات دي كتير. فهي كانت طالبه اكل بسيط جدا. هم في البلد عندهم ما بيعملوش القلاص زي عندنا بالسلق، بيعملوه بالطماطم. فهي كان نفسها جدا جدا فيه بالسلق، فانا عملته لها عشان هي اللي كانت طالباه، وكانوا طالبين كوسه مطبوخه. اهم حاجه يا بنات اللمه الحلوه. طبعا طريقه الكوسه انا عملتها معاكم قبل كده، فالفيديو يعني بيشرح نفسه. انك تتجمعي مع حبايبك ومع اهلك، اللمه دي هي اللي بتعمل الذكريات، وهي دي اللي احنا بنقعد يعني بنفتكرها بعد كده. فربنا يديم علينا لمتنا ويديم علينا حبايبنا يا رب، ويجمعنا بيهم دايما على خير، و... ودايما متجمعنا اختي على الخير يا رب. هنا بقى انا شوحت البصليه زي ما انتم شايفين، وبملح وفلفل وبعد كده شوحتها شويه، وبعد كده نزلت بالكوسه شوحتها معاها شويه، وبعد كده نزلت بالطماطم والشوربه زي ما انتم شايفين. هسيبها بقى الطماطم تفك خالص، و بعد ما تفك تغلي غلوتين واروح موطيه عليها. هنا بقى هنعمل مع بعض الرز بالشعريه المعتاد بتاعنا. نزلت بسمنه، انا دايما بخلط ميكس ما بين السمنه والزيت زي ما انتم عارفين. تسخن كويس، نزلت بشعريه نص كميه الرز، نصها شعريه حسب بقى الكميه اللي انت هتعمليها يعني. الشعريه اتحمرت وخدت لون ذهبي حلو كده. ننزل بالرز نمكس كده كله. نحط الاول نملح الملح بتاعنا، حطي ملح، عبا تحطي شعريه فلفل اسمر حطي براحتك، بس انا ما حطيتش فلفل اسمر لان انا اوريدي اصلا عامله الاكل بشوربه البط. يعني انا عامله الكوسه والرز كنت واخده من شوربه البط. هعمل معاكم القلقاس دلوقتي، لان انا لما عملته ومنتجته كنت منتجاه فيديو لوحده يعني، وجمعتهم بقى مع بعض، هيظهر في الاخر. انا كنت عامله القلقاس باللحمه وعامله البطايه لوحدي، يعني فاهميني انا قصدي ايه؟ يعني هما الاتنين في اكله واحده. يعني عزومه بقى، برحب باختي بقى، ما بتجيليش على طول. ف كنت عامله القلقاس باللحمه لان هو صراحه القلقاس طعمته باللحمه يعني احقاقا للحق. بس فكنت بس بقى الرز والكوسه بالشوربه البط. تمام. جبت بقى مصفى عشان ما فيش بصل، لان انا البطه متبلاها ببصل مفروم فما ينزلش بقى في البصل. خدت كبشتين 3 كده وبكمل بميه عشان برضو ما يكونش الرز تقيل قوي ودسم، فيبقى الحاجه واخده طعم حلو وفي نفس الوقت ما تبقاش تكتم على القلب كده بعد الاكل. بس حطي قدام الرز بتاعك وبنغطيه يغلي الغلوه بتاعته يتشرب، نغطي عليه ونحط الصاج بس. هنا بقى دوت كان شكل الكوسه ما شاء الله. بصوا محتفظه بشكلها وبلونها وقوامها وتحفه وخطيره، وفي نفس الوقت دايبه ومستويه. وبرده البطايه شكلها تحفه ومستويه جدا ولحمها طري ورز مفلفل. هنا بقى دوت كان القلقاس. بصوا بقى يا بنات، ده القلقاس اللي احنا مفرزينه اصلا مع بعض، اللي انا فرزته معاكم فاكرين. هي كان نفسها فيه جدا هو والسلق. ده قصدي يعني والسلق اللي احنا كنا مفرزينه، فهي كان نفسها فيه فانا قلت اعمله لها. هنا جبت اللحمه، ويا سلام بقى لو لحمه ضاني يا سلام، بس انا كان عندي لحمه كندوز عاديه بس ملبسه زي ما انتم شايفين كده. اللحمه الملبسه دي بتدي طعم وشوربه رهيبه اللهم بارك. نزلت بمعلقه السمنه البلدي بتاعتي، وبعد كده نزلت باللحمه
بصلايه، طماطمايه، مرقه. دايما طبعا انتوا عارفين مرقه خضار، ما بحبش استخدم الباقيين. ومعلقه سكر، ودوت هنا اسمه ايه، البهار الحلو اللي هو الكوبيبه الصيني، وورق لوري وحبهان ورشه فلفل اسمر. انا بحب انزل بيهم مع اللحمه واشوحهم، نكهتهم بتطلع وريحتهم بتبقى خطيره. رشه جوز الطيب، وابتدي بقى ايه قلبي كده اللحمه على كل الاتجاهات لغايه لما تاخد اللون البني المكرمل ده. طبعا انا عملت معاكم الطريقه دي 100,000 مره، ودي اكتر طريقه انا بحب اسلق بيها اللحمه عامه. انا بحبش احط الميه تغلي انزل فيها في اللحمه، ما بحبهاش صراحه الطريقه دي. انا ممكن اعملها في الفراخ لو انا ايه مستعجله، ممكن انسى يعني. انا اوريدي كده كده الفراخ اصلا ببقى متبلاها بالبصلايه والملح والفلفل والقرفه، فاوريدي الفراخ بتبقى متطعمه، انتوا فاهميني. انما اللحمه استحاله احطها في ميه مسلوقه في ميه سخنه كده وانزل بيها. بصوا اصلا شكل المرقه اللهم بارك خطير ازاي، بتبقى تحفه. انا بقى كنت بوريكم ان ده القلقاس اللي احنا مفرزينه بالسلق اهو، اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض قبل كده. بصوا ابيض ناصع البياض ازاي، بصوا مفيش واحده غامقه، مفيش واحده مسوده، مفيش واحده اكسدت ولا مزفلط مثلا. عشان الناس اللي بتقولك ان هو لما بيتغسل المادة الزلالية دي مش عارفة بيحصل فيها ايه وبيسود مع الوقت وفي الفريزر، استحالة. انا وريتهولكوا وشفتوه، لما وريتهولكوا كمان بعد ما استوى القلقاسية واخدة وضعها. بصوا هنا اهو السلق بعد ما كنا ضاربينه وشايلينه مع بعض زي ما هو كده، يا دوب بتحطيه على الشوربة خلاص انتي اتأكدتي القلقاس استوى، بتنزلي بالسلق. بصوا جمال لون السلق، بصوا بقى، بصوا اصلا الشرب وكده هو كانوا لسه كل كمان ما فكتش، سبتها بقى. بصوا بقى، بصوا اللهم بارك شكله عامل ازاي، ولا كانت ريحته كان خطير اللهم بارك. نعمل بقى قلقاس يعني طشه. يعني انا اوريدي كده كده محمصه السلق معاكم ووريتهولكوا كان معمول ازاي واحنا بنفرزه، بس انا عندي القلقاس والباميه والسبانخ لازم لهم طشه توم زي طشه الملوخيه، سمنه او زبده، توم، كزبره، دي حاجه اساسيه. وبقى بصي انتي طش الطشه وشمي الريحه، يا الله على الريحه وعلى الجمال. يا جماعه الاكل المصري ده يعني مش قادره اقول لكم بجد والله العظيم، يعني حاجه كده من ورا الخيال يعني ما شاء الله. والقلقاسيه بتبقى محافظه على قوامها لان احنا مفرزين كل قلقاسيه في مصفى لوحدها، فما فيش واحده هتاخد تسويه مختلفه عن التاني، فكل القلقاس بياخد نفس التسويه، وفي نفس الوقت بيبقى زبده كده. والبصوا القلقاسيه شكلها عامل ازاي، بصوا انا بوريها لكم زبده ازاي مش مستحمله، بس شكلها منمق ومش مهريه ولا اي حاجه. بصوا شكل القلقاس يا بنات والسلق بجد، ولا شكل الطشه شايفين. انا ببقى نفسي اسيب لكم صوت المقطع كده، بس انا مش عارفه لسه في المونتاج قوي، فباجي اعملها بيبقى الصوت مكتوم او بيحصل لخبطه، وانا بصور فيه دوشه الولاد بقى وكده، فبصراحه ما بحبش يعني ادوشكم، فبستسهل ان انا اسجل على الفيديو. بصوا بقى يا بنات، بصوا دايب زبده ازاي، زبده زبده والله العظيم، ولا السلق وطعمته يعني اللهم بارك. كانت اكله بألف هنا يا رب على كل اللي كلوها. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير، مع السلامه.